في حاجات لازم تكون عارفها على واتساب، منها حاجات لحمايتك ومنها حاجات عشان تستغل التطبيق ده احسن استغلال. في الفيديو ده جمعت لك كل حاجه تقريبا اقدر عليها، عشان كده مهم جدا تشوفه للاخر. السلام عليكم، انا ايمان محمد، ويلا بينا نبدا على طول بدون ما اطول عليكم. المهم في الموضوع لايك وشير للفيديو واشترك في قناتي على اليوتيوب. كنتوا تعرفوا ان لما حد يعمل لنا بلوك على الواتساب بنقدر نكلمه عادي جدا بمنتهى السهوله؟ الفكره كلها ان احنا بنشوف طرف ثالث يعمل جروب ما بينك وما بين الشخص اللي عمل لك حظر، بعد كده بيخرج هو من المجموعه دي. دلوقتي تقدر تبعت وتستقبل الرسائل من الشخص اللي عمل لك حظر بمنتهى السهوله. وقبل ما تقول فين الكرامه لا اراها، انت تقدر بمنتهى السهوله تمنع اي حد عملت له حظر ان هو يكلمك، وده من خلال انك تروح للاعدادات الخصوصيه المجموعات وتختار هنا مين الاشخاص اللي مسموح ليهم ان هم يضيفوك في جروبات على الواتساب. ودي حسب ثقتك في الناس بقى، جهات اتصالك ولا جهات اتصالك كلها باستثناء اشخاص معينه، انت وراحتك. الناس اللي حابين يشوفوا ستوري وحالات الناس التانية بدون ما يظهر عندهم ان احنا شفناها، فبكل سهوله انت تقدر تعمل ده من خلال اعدادات الواتساب الخصوصيه وبتقفل مؤشرات القراءه. بالشكل ده بتشوف الحالات عادي وبتقرا الرسائل وما بيظهرش عندهم ان انت شفتها او قريتها. ولكن خد بالك انت كمان ما بتعرفش هم شافوا رسائلك ولا لا، ولا مين بالظبط شاف الحالات او الستوري بتاعتك اللي انت بتحطها. عارفين لما بنبعت لحد رساله وبتظهر عنده صح واحده؟ احنا عاوزين نعمل الميزه دي عندنا على الواتساب، بمعنى ان احنا نفصل الانترنت عن واتساب بس، والنت يكون شغال في باقي التطبيقات عادي جدا وبدون ما نحمل تطبيقات خارجيه. كل اللي احنا بنعمله بس بنروح للاعدادات وبعدين التخزين والبيانات وبندخل على الوكيل. من اعدادات الوكيل بنضيف الارقام اللي موجوده قدامك دي، بعدين بتستنى شويه وبتضغط تمام. غالبا ما بتنجحش من اول مره على بعض الموبايلات، ولكن حاول اكتر من مره هتنفع معاك، والارقام دي امان جدا ما فيهاش مشاكل. بعد كده طول ما انت مفعل اعدادات الوكيل او مفعل الاختيار ده تحديدا، كده الانترنت مفصول عن واتساب. اي رساله هتوصلك هتوصل بعلامه صح واحده للطرف الثاني، كأن التطبيق مش واصله اي انترنت نهائيا. بعد كده لما تحب ان انت يشتغل بشكل طبيعي وانك تستقبل وتشوف الرسائل دي، كل اللي عليك انك تقفل اعدادات الوكيل. طول ما الاعداد ده مقفول كده النت شغال بشكل طبيعي، ولو مفعل كده الانترنت مفصول عن واتساب. فكره انك تقفل تطبيق واتساب دي حاجه مهمه جدا مش رفاهيه، لان بعض الناس لما بتستخدم موبايلك بتدخل على طول على المحادثات الخاصه بتاعتك. عشان كده عشان تقفل تطبيق الواتساب برقم سري او ببصمه الوش او حتى ببصمه موبايلك، كل اللي عليك تروح للاعدادات الخصوصيه قفل التطبيقات. مجرد ما تفعل الاختيار ده هيطلب منك انك تدخل البصمه بتاعتك او الرقم السري، وبعد كده التطبيق هيتقفل، مش هيفتح الا ببصمه موبايلك فقط. لكن لو حابين ان احنا نقفل دردشات بعينها، يعني مثلا في محادثات خاصه عاوزين نقفلها برقم سري، كل اللي عليك تضغط ضغطه طويله على المحادثه دي وبعدين تختار قفل الدردشه. هيطلب منك الرقم السري او البصمه بتاعه موبايلك تدخلهم، بعد كده المحادثات دي هتتقفل في القسم فوق في واتساب. ولكن عشان تظهرها مره تانية كل اللي عليك تعمل سكرول او تسحب لتحت كده بصباعك سحبه طويله في شاشه واتساب، هيظهر قدامك المحادثه المقفوله، تدخل عليها بشكل عادي جدا بالباسورد بتاعك. ماذا لو عاوزين نخفيها تماما، يعني نخفي المحادثات حتى المقفله دي ما تظهرش خالص؟ كل اللي عليك تدخل على الدردشات المقفله بعد ما ظهرناها لما سحبنا لتحت كده، وتضغط على الثلاث نقط اللي فوق بعض دول. اختار اعدادات الدردشات المقفله. في عندك اختيار اخفاء الدردشات. لما تفعل الاختيار ده وتعمل انشاء لكود سري، تقدر هنا تكتب اي كلمه سريه انت عاوزها، ممكن حروف، ممكن ارقام، ممكن حتى ايموجي لو انت عاوز. بس خد بالك من الحروف اللي انت بتكتبها عشان ما تنساهاش. خد بالك هي كابيتال ولا سمول ايا كان، عشان لما ترجع تدور عليها تلاقيها تاني. بعد ما تفعل الاختيار بتاع الاخفاء وتعمل الرقم السري، دلوقتي محادثاتك بتختفي، مش هتقدر تلاقيها ولا تحصل عليها الا لما تروح على شريط البحث جوه واتساب وتكتب الرقم السري او الرمز السري اللي انت عملته وتاكد انك تكتبه بشكل صحيح، هتظهر قدامك المحادثات السريه. في ناس بقى بتشتكي من فكره ان في ارقام غريبه بتتصل بيهم وبتتواصل معاهم، وده عامل لهم ازعاج كبير. هقول لك دلوقتي على كم خطوه كده تعملها بتقلل من ازعاج الناس دي. في مثلا اعداد ان احنا نروح للاعدادات الخصوصيه وبعدين المكالمات، هتلاقي عندك اختيار اسكات المكالمات المجهوله. ده بيخلي الارقام الغريبه اللي مش متسجله عندك تتعمل لها صامت تلقائيا، هيوصلك بس اشعار ان الرقم ده اتصل عليك في المكالمات وكمان ممكن في الاشعارات الخارجيه، لكن المكالمه فعليا هيتعمل لها صامت بشكل تلقائي. اما لو عاوزين اجراءات امن زياده شويه،
شويه بنروح للاعدادات الخصوصيه، وبعدين بننزل تحت لكلمه متقدمه، بتلاقي عندك اختيارات كتير زي حظر الرسائل من جهات اتصال مجهوله او غير مسجله، وفي عندك تحت برضو اعدادات الحساب الصارمه. الاعدادات دي اعدادات امان عاليه شويه، لما بنفعلها بيكون عندك ان هو بيحظر جهات الاتصال الغريبه ان هي تبعت لك ملفات صور او فيديوهات غير لما انت تسمح بيها، بيسكت المكالمات المجهوله تلقائيا، وكمان في بعض اعدادات عامه كده بتكون مأمن نفسك بيها زياده. دي برضو من ضمن الاعدادات اللي انصح ان انت تفعلها لو انت من الناس اللي شايف يعني ان في ناس كتير مزعجه بتتواصل معاه او بتحاول تخترق الواتساب بتاعك. اهم حاجه بالنسبه لي انك تكون مفعل الاعداد ده على واتساب عشان تأمن نفسك بزياده، وهو التحقق بخطوتين. كل اللي عليك تعمله تروح لاعدادات الواتساب، بعدين للحساب، من هنا هتلاقي فيه اختيار التحقق بخطوتين. روح للاختيار ده وبعدين اعمل انشاء لكود سري مكون من 6 ارقام، احفظهم كويس وخليهم رقم سري غير مألوف بالنسبه لك او محدش يعرفه عنك، عشان الرقم ده بيطلب منك كل ما نقلت واتساب لجهاز جديد، وكمان بيطلب منك ما بين يوم والتاني عشان يتأكد ان انت صاحب واتساب ده ومفيش حد تاني فتح المحادثات غيرك. كمان مهم قوي انك تضيف بريد الكتروني من المكان ده، بريد الكتروني يكون خاص بيك بتاعك، عشان لو حصل معاك اي مشاكل وحاولت تتواصل مع واتساب يكون يعني من الخطوات اللي بتزود مصداقيتك وطريقة استرجاع الواتساب بتاعك وحاجات تانية كتير، او حتى ساعات كتير بيبعتوا لك رموز التأكيد على البريد الالكتروني ده، فتأكد كمان انك تضيف بريد الكتروني من المكان ده وكمان انك تفعله. واخيرا هتقدر تفضي مساحة من موبايلك، وده من خلال واتساب. دلوقتي لو انت بتكلم اي حد على الواتساب اضغط بس على اسمه او الصورة بتاعته وافتح قائمة المعلومات بتاعته، هتلاقي في اختيار ظاهر عندك اسمه إدارة مساحة التخزين. من هنا هتلاقي كل الملفات والصور والفيديوهات اللي شيرتوها مع بعض، وكمان تقدر تختار وتحدد اي حاجة منهم وتحذفها، او تحدد اي حاجة منهم وتميزها بنجمة عشان تقدر تعرفها وتفتكرها بعد كده. ولو عاوز تدير مساحة تخزين واتساب كلها مش محادثة والتانية، روح للإعدادات التخزين والبيانات وبعدين إدارة التخزين، هتشوف هنا كل الدردشات والقنوات وكل حاجة موجودة، الملفات اللي موجودة على واتساب، تقدر تدخل على واحدة واحدة فيهم او حتى منهم كلهم، تحدد الملفات والحاجات اللي انت مش عاوزها تكون موجودة على موبايلك، تحذف الكلام اللي ملوش لازمة، الجروبات القديمة وغيرها، وكمان تدير ملفاتك بشكل افضل. صدقوني الحكاية دي هتفرق معاكم جدا في مساحة الموبايل، لانكم هتلاقوا ملفات كتير جدا ما بقاش ليها لازمة خلاص تحذفوها وتريحوا دماغك. اما دلوقتي وقت انك تعرف شوية حاجات تدلع بيها نفسك على واتساب. يعني مثلا لو انت بتكتب كلام لاي حد وعاوز تغير شكل النص، ممكن تحدد الكلام قبل ما تبعته وبعدين تضغط على كلمة تنسيق وتختار اي شكل من الاشكال اللي عندك دي. ممكن تخلي شكل النص عريض مايل او حتى في خط في النص كده، وقريب جدا هيكون في شكل من تنسيق اشكال النص ان النص بتاعك يبقى مشفر، يعني يظهر للمستخدم او الشخص اللي انت بتبعت له الكلام ده زي كده في حرق للاحداث، فهو مش هيشوف محتوى الرسالة الا لما يضغط عليها. لو انتم متابعين هتعرفوا التحديث ده هيوصلكم امتى بالظبط، عشان كده تابعوني دايما على كل المنصات. احنا كمان لو رحنا دلوقتي لاي دردشة وبنكتب رسالة، نضغط على علامة الملصقات، ندخل على اختيار الملصقات، ومن مكان البحث هنا نكتب اي جملة احنا عايزينها، مثلا ايمان محمد اي حاجة، هتلاقي بقى فيه ستيكر او ملصق موجود قدامك مكتوب عليه الكلام اللي انت كتبته في شريط البحث، تضغط عليه وتبعته لاصحابك، شكلها مميز وحلو جدا. ولو انت ايفون او حتى اندرويد جربوا التركايه دي، افتح قائمة الايموجي على واتساب وانت بتكلم اي حد، واضغط على اي ايموجي عجبك ضغطة طويلة، بعدين اسحبه وسيبه في الدردشه. هتلاحظ انه تحول لستيكر دلوقتي، تقدر تعدل عليه وكمان تكتب اي نص انت عاوزه او ترسم عليه زي ما انت عاوز، وبعدين تبعته لاصحابك بمنتهى السهوله. وكمان تركايه للايفون تحديدا، معرفش متاحه للاندرويد دلوقتي ولا لا، انت لو عاوز تشوف محتوى الرسائل لاي دردشه من بره بدل ما تدخل عليها، كل اللي عليك بس تضغط ضغطه طويله على الدردشه اللي انت عاوز تشوف محتواها او معاينه عنها، هيظهر لك شاشه زي دي فيها محتوى الرسائل اللي موجود جوه الدردشه دي بدون ما تفتح الرسائل ولا تقراها. وبلاش تستهينوا بفكره وجود ميتا اي اي على واتساب، لان في مميزات كتير جدا. يعني مثلا تقدر تعمل منشن لميتا اي اي جوه اي شات ما بينك وبين حد تاني، تطلب منه او تساله اي سؤال، او حتى تطلب منه ان هو يعمل لك اي صوره تبقى موجوده ما بين الطرفين. وكمان في ميزه وصلت ناس كتير، وصلتني انا على رقم ورقم تاني لسه، هي انك قبل ما تحط الصوره بتاعتك ستوري او حتى تبعتها لحد، هتلاحظ في بقى عندك اختيار تاثيرات الذكاء الاصطناعي اللي من خلالها بتقدر تعدل على
على الصور بتاعتك، تضيف اي حاجه مثلا تلبسني نظاره او الى اخره، او تحذف اي حاجه او شخص من الصوره، او حتى تضيف تاثيرات بالذكاء الاصطناعي على الصوره دي. وكمان ممكن تحرك الصوره وتحولها لفيديو قصير قوي مدته ثانيه او ثانيتين تقريبا على حسب. اما في محادثات ميتا اي اي نفسها، فانت تقدر تبعت له اي صوره وتطلب منه تعديلات. تقدر دلوقتي كمان تبعت له تسجيلات صوتيه. وعندي كمان وصلت ميزه ما ظهرتش الا لما حولت لغه الموبايل للانجليزي، وصلت ميزه ان انا بقدر اعمل مكالمه مباشره مع ميتا اي اي وبيرد عليا في نفس اللحظه. الفكره كلها ان هو ما بيدعمش اللغه العربيه دلوقتي، هو انجليزي بس عموما ده بشكل غير محدود وكمان مجاني، وبصراحه بشوفها ميزه كويسه. انا بقدر اسمع رسائل الواتساب بدون ما افتح الرساله اصلا، ولكن بعرف محتواها كله. كل ده بتركايه واحده بس. كل اللي عليك تدخل للاعدادات، بعدين الدردشات، هتلاقي حاجه عندك اسمها نصوص الرسائل الصوتيه. لما تفعل الاختيار ده وتختار اللغه بتاعتك، دلوقتي اي رساله بتوصلك بمنتهى السهوله بيتفرغ كل الكلام اللي موجود جواها من صوت لكتابه. يعني اي رساله بتوصلني كل الكلام اللي فيها بيتكتب تحتها، وبعرف محتوى الرساله ايه من غير ما افتح التسجيل الصوتي ولا اسمعه. الغريب في الموضوع ان الميزه دي وصلت موبايلات ايفون بتدعم اللغه العربيه، ولكن موبايلات الاندرويد لسه مش متوفر فيها اللغه العربيه. اعتقد الكلام ده عندي بس، فانتوا اعرفوا متاح عندكم اللغه العربيه ولا لسه، وعرفوني في التعليقات. وللناس اللي ما تعرفش، انتوا بدل ما سايبين المحادثات بتاعتكم داخله في بعض كده، الشغل داخل على العيله على الصحاب كله مع بعضه، انتوا ممكن تنظموا محادثات واتساب بشكل افضل بكتير. لو لاحظتوا من الشريط اللي فوق ده في قوائم موجوده عندك، تقدر تضغط على علامه الزائد وتضيف قائمه مخصصه للصحاب او للعيله او ايا كان، وبعدين تضغط انشاء. هيطلب منك تحدد جهات الاتصال من العيله مثلا، وبعدين تقدر تضيفهم. بالشكل ده هيكون عندك قوائم مقسمه للعيله للشغل بدون ما محادثاتك كلها تكون داخله في بعضها. اما بالنسبه لتركات الجروبات على واتساب، فانت لو ادمن على جروب في واتساب تقدر تعمل منشن لكل اعضاء الجروب ده مره واحده، من خلال انك تكتب علامه وبعدين الكل او اول. مش بس كده، احنا كمان ممكن نعمل مكالمه سريعه من خلال ان احنا نسحب في نص الدردشه من تحت لفوق. هتكتمل عندك الدايره دي وتعمل مكالمه صوتيه سريعه، تقدر ترفع فيها ايدك او حتى تعمل تنبيه سريع لجهات الاتصال اللي معاك على نفس المجموعه بمنتهى السهوله. الحلو في الموضوع انك دلوقتي على جروبات واتساب بقيت تقدر تضيف نبذه عنك. يعني مثلا لو انا دخلت على جروب واتساب وبعدين اخترت اضافه نبذه عني، اقدر اكتب مثلا ان انا دكتوره الجامعه، او اكتب مثلا انا ايمان خالة ندى، او ايا كان المعلومه اللي انت حابب الناس اللي معاك في المجموعه دي تعرفها عنك. وطبعا تقدر دلوقتي تفتح حسابين بمنتهى السهوله على كل الاجهزه تقريبا في واتساب. يعني كل اللي عليك تروح لملفك الشخصي على واتساب، تضغط على علامه الزائد وتختار اضافه حساب. من هنا بسهوله جدا بتقدر تضيف رقمك زي ما انت بتسجل على واتساب، وبعدين يبعت لك كود التاكيد وكل حاجه. وبعد كده بتقدر تبدل ما بين حساب والتاني بمنتهى السهوله. مش بس كده، انت كمان ممكن تفتح نفس الرقم على اكتر من جهاز. كل اللي عليك على جهازك الجديد تدخل على واتساب، ولكن بدل ما تسجل رقمك بشكل عادي، اضغط على الثلاث نقط اللي فوق بعض واختار الدخول كجهاز مصاحب. دلوقتي هيظهر لك كود QR، سيبه على جنب. روح لموبايلك الاولاني واضغط على الثلاث نقط اللي فوق بعض على واتساب واختار الاجهزه المرتبطه. بعدين اضغط على ربط جهاز، هيفتح لك الكاميرا. اعمل سكان للQR كود اللي ظهر على موبايلك الجديد، وبكده فتحت واتساب على اكتر من جهاز او على جهازين. في اختيار بقى لازم تفعلوه على واتساب قبل ما تبعت وتستقبل اي صور عندك. بنروح للاعدادات وبعدين التخزين والبيانات، وبنختار جوده تحميل الوسائط. بنختار جوده عاليه، وكمان الاختيار اللي تحت ده بنختار برضو جوده عاليه. وقبل ما نبعت صوره او فيديو او اي حاجه دايما بنتاكد ان احنا مفعلين اختيار HD. الاختيار ده بيخلينا نبعت ونستقبل الصور بجوده عاليه، لان احنا عارفين ان الصور بتنزل مضغوطه وضعيفه وجودتها بتبقى وحشه على واتساب او حتى فيسبوك وانستجرام. فتاكدوا دايما ان انتوا تفعلوا الاختيارات دي لو حابين ان انتوا تاخدوا الصور والفيديوهات بتاعتكم بجوده عاليه من التطبيقات دي. شوف انا قلت كام ميزه، لسه في مميزات كتير جدا جايه الفتره اللي جايه، حلوه جايه الفتره اللي جايه دي. زي مثلا ميزه ان انت هتقدر بعد كده تصنف صحابك مش بس حسب الاسم، لا حسب مين اونلاين دلوقتي ومين لا. وامكانيات كمان زي انك هتعمل اسم مستخدم زي اللي كنا بنعمله على التليجرام. وطبعا هيبقى في ميزه انك تبعت الرساله وتحدد مده معينه الرساله دي بعد ما تتشاف تختفي فيها زي اللي كانت موجوده على فيسبوك. ده غير كمان ان احنا هيكون عندنا ترجمه تلقائيه من اي لغه للغه تانية جوه واتساب من الاعدادات بشكل طبيعي. كل الكلام ده واكتر من كده هتقدر تعرفه اول ما يوصلك من خلال انك تتابعني على حساباتي.
قناتي. بس الاهم من كده دعمك مستمر، لايك وشير مش هيخسروك اي حاجه. والاهم من كده تابعوني على قناتي في اليوتيوب، عاوزين نوصل لعدد مشتركين اكتر من كده. دعمكم بيفرق معايا جدا وبشكركم عليه. انا ايمان محمد، شكرا ليكم دايما وابدا، والسلام عليكم.